في هذا الفيديو ما جيت لا نوهمك، انا نعطيك شي كلمه ولا شي جمله غادي تموتيفيك 5 دقائق باش تمشي دير شي حاجه، ومن بعد الا قلت ليه تصبح ناعس او فاشل، حيت عارف بلي ان الحياه اللي انت راك عايشه اللي كنت انا عايشه هي واحد الوهم او واحد الحياه اللي ما عندهاش معنى، بحيث انك كل نهار كدير هي نفس الحاجه، وانك كدير شي حاجه ما باغيهاش، او انك الا درتي شي حاجه فانت كتعرف بلي ان ديك الحاجه ما عندهاش نتيجه في الاخر. الهدف من هذا الفيديو هذا هو انني نسمي معك واحد الحقيقه اللي عمرك انت كتقبل ولا عقلك يتقبل انه يسمعها. بمعنى غادي نعطيك حقيقه صعيبه تسمعها، ولكن الا سمعتيها وفعلا خدمتي عقلك فعرف بان هذه هي الحاجه الحقيقيه اللي خصك تسمعها باش انك تبدل من حياتك. اليوم انا اللي كندوي معاك فعلا قدرت نبدل من حياتي، نبدل من حياتي معنويا، نفسيا، ماديا، وكذلك علاقاتيا اللي تقدر ديرها حتى نتايا. كما انا فاش كنت في البوزيشن ديالي كنت كنقول الا داروها ناس اخرين علاش انا ما نديرهاش، وفعلا قدرت نحققها بفقط قرار واحد، وانني نغير حياتي باتخاذ الاكشن. المهم اليوم غادي نشاري معاك some of the tips that I used باش ان حياتي ما تبقاش فاكت، يعني ان حياتي نردها لحسن، ان حياتي ما تبقاش في واحد البوزيشنين ولا في واحد البلاصه اللي كسوا ماديا ما كيجونيش الفلوس، كسوا معنويا ما كتجينيش الانرجي اللي تقدر تخليني نزيد لحياتي القدام، كسوا علاقاتيا ما كنلقاش العلاقات اللي يقدروا يحاولوا انهم يزيدوا بحياتي القدام، يعني ناس كنتلاقاهم يقدروا يعاونوني انني نكون شخص احسن. وهنا باش نكونوا ثاني بلا ما تبقى تكذب على راسك، الكذوب بلاش. انت في واحد الحاله اللي انت راك ما حاملش فيها راسك، سواء راك في the best version of yourself وصلتي للهدف ولا لا. الا وصلتي حتى للهدف وساتيسفيتي راسك، عارف راسك بلي راك انت في نفس الوقت راك في واحد البلاصه اللي ما كتحملهاش. انت عارف راسك بلي حتى شي واحد ما كيسالك شي حاجه، حتى شي واحد ما كيسالك شي حاجه، انت الوحيد اللي كتسال نفسك انك تحقق ذاتك. نعطيك على سبيل المثال، متي غدا ولا بعدو ولا متي دابا، شكون اللي حسن؟ تموت فقير ولا تموت عندك الفلوس؟ تموت بصحه مزيانه ولا تموت فيك شي مرض؟ تموت عندك علاقات جيده في حياتك ولا تموت بعلاقات ما عندكش كاع في حياتك؟ تموت نتايا وحققتي لوالديك واحد الاهداف في حياتهم كمثال ولا لا؟ من الاحسن هو انك تموت من الجهه الاخرى، الجهه الرابحه ديال الكره الارضيه او الجهه الرابحه ديال هذا العالم هذا، حيت الجهه الخاسره من هذه الكره الارضيه هذه كتبقى لواحد الناس اللي ما كيحملوش لا راسهم لانهم يكونوا احسن، ولا انهم ايفن كيكسبيرونسيو اجواء ولا شي حوايج اللي ما كيكسبيرونهمش الاغلبيه ديال الناس. هاد الهضره هادي ما تنقولهاش ليك حيت عاودتها لي خالتي ولا جداتي ولا عمي، هاد الهضره كنقولها لك حيت انا دوزت، عانيت، دوزت الفقر، دوزنا الناس في الزنقه، دوزنا القرايه في المدرسه، دوزنا اي حاجه كيقول لك شي واحد راه صعيب انك دوزها، ودوزتها وبقرارات خديتهم في ديك البيريود وبشي حوايج اللي فعلا ديسيديت انهم غادي نبدل بهم حياتي، وهما فعلا اللي فعلا بدلوا لي حياتي. والتجربه اللي كنعاود لك عليها دابا هي بفضلها اللي كنقدر انني نعطيك هذا النوع ديال النصائح، ولا فيهم نقدر نقول لك بهم خصك تبدل حياتك. دونك الا كتسمعني ولا كنتي باغي تعرف فعلا شنو الحاجه اللي غادي تخليك انك تشونجي من حياتك، غتسمع النصائح الجايه اللي غادي نعطيك. ونبداو باول نصيحه والمهمه بزاف. اول حاجه هي انك خاصك تكاتي البي اس ديستراكشنز من حياتك. كما كتسمع على هذا الصوت هادو هما الاصوات اللي تكونوا كل نهار كيزعجوك وكيبعدوك على الهدف ديالك، عن طريق انك شنو كدير؟ كتمشي كتصنت لهم بعض، انك كتركز على الهدف ديالك ولا كتركز على الحوايج اللي خصك دير كل نهار باش انك توصل لوبجيكتيف ديالك. distractions هما نمبر 1 مين ريزن علاش نتايا مازال في بلاصتك ومازال ما درتي حتى شي حاجه. رايت. الحاجه الثانيه واللي مهمه بزاف، surround yourself with winners. خاص اخويا يكون دايرين بك الناس ناجحين اكثر منك، ما تكونش انت البطل ديال القصه اللي انت راك فيها، كون انتيا جوج، كون انت رقم 3، كون انت رقم 4. surround yourself with winners اللي داروا اكثر منك بزاف، حيت هما بالانرجي ديالهم غتمصها وفعلا غتوصل للاهداف اللي كبيره وبالجد. وانا على سبيل المثال انا كل نهار راه ماشي انا هو البطل ديال الفيلم اللي انا عايشه في حياتي، كنجيب ابطال اخرين كيديروا احسن مني كيانسبيريوني باش انني نموفي للقدام، وبهم كنزيد بحياتي للقدام. خطوه، جوج، 10، 20، 30، اون فوا كنوصل ليه وكنقرب نفوتو كنبدل. علاش؟ باش نكون انا شخص احسن وافضل، باش نزيد لقدام. هاد النصيحه الرابعه كنت كنتمنى ان شي واحد يجي عندي يقول لي يوسف درتي الفلوس، ولكن هادشي اللي خصك تعرف هو انه ضروري من انك تانفيستي في راسك. معلومه، كتاب،
فورماسيون، رياضه، اكل صحي، اي حاجه تقدر انها بصح تفيدك وتزيد بحياتك للقدام كجسد ولا كفكر، فراها حاجه مهمه انك تدخلها لراسك. نعطيك على سبيل المثال، انا كنقدر نانفيسي في اصحاب ولا في انني نانفيسي في جلسات مع ناس اللي احسن مني على اساس ناخذ فكره ولا معلومه واحده. انا كنمشي نانفيسي شحال من مره في كتب اللي بصح كنقراهم كتزيد لي والو معلومه جديده اللي كنحس براسي انني غادي تزيد بيا لقدام. وشحال مره كيقول شي واحد واه خويا انا ما غاديش ناخذ المعلومه، ما غاديش ناخذ هذه الحاجه، ما غاديش ناخذ هذه الحاجه. عرفتي علاش؟ هاد القضيه اللي كتفكر بها انت وكتقول انت بالله راك انت ذكي، لا انا ما غاديش نحتاج معلومه، هذيك هي المعلومه الوحيده اللي ناقصاك باش تزيد حياتك لقدام. هذيك العلاقه الوحيده اللي ناقصاك باش انك تزيد حياتك لقدام. هذيك البلاصه الوحيده اللي ناقصاك تمشي ليها باش تزيد حياتك لقدام. ديما باش انك تدوز النكست ليفل يو نيد وان ثينغ، حاجه وحده اللي كيكون هي انفستمنت في ذاتك جسديا او انفستمنت في عقلك فكريا. وفكر في هذه الحاجه مزيان مزيان مزيان. اخر مره شنو الحاجه اللي خلاتك ترولي انك تزيد لقدام ولا تاخذ غير خطوه واحده نحو الامام؟ ماشي معلومه، ماشي شي حاجه درتيها انت في بالك ولا في الجسد ديالك اللي خلاتك انك تزيد لقدام. هذا الشيء هو اللي كيخلي الاعظم ديال الناس اللي فعلا كيديروا الفلوس ديال بصح هو هذه الطريقه ديال التفكير. في نظرك انا الفرق بينه وبين اخ النوش ماديا ما هو؟ هو انه عنده معلومات اللي فعلا انا حاليا مازال ما نتوفرش عليها، اللي هو مثلا نخسر عليه بزاف الفلوس، اي انها خسرها في البيزنس او انها انفيستيها او انها دار بزاف ديال المحاولات ولا اشياء باش نوصل ليها. هادشي انا مازال ما وصلتلوش لا ماديا الفكره، ولكن مستعد انني نضحي لا ماديا لا معنويا لا بالجهد لا باي حاجه عشان نقدر نوصل لديك الحاجه، حيت بالنسبه لي هدف وحاجه عظيمه يوصل لها المعظم ديال الناس. يعني خصك تعرف انه ضروري ومؤكد انك تفهم ان الانفستمنت في راسك من اهم حوايج في ذاتك. النصيحه اللي من موراها وهي اللي غادي تخليك انك تدوز الاكشن، هي اللي غتخليك تدوز الاكشن. اي حاجه كديرها do it with passion، لايك ان الحياه ديالك depends on it، يعني بحال الحياه ديالك على المحك على قبل هذيك الحاجه اللي كدير نتايا. نعطيك على سبيل المثال واللي خصك تفهمها مزيان بينك وبين راسك. انا فرضا ما عندي حتى شي درهم وعندي طريقه باش نقدر ندخل 100 درهم، فانا غادي نمشي نتقاتل وعلى على سبيل المثال الحياه ديالي على المحك. وفي صراحه راه علمي حق انه ما عندكش 100 درهم، راه ضروري انك دير ديك الحاجه وكنمشي وكنديرها وكنطبقها بحال باش نوصل للهدف ديالي. دونك خصك تفهم بلي ان اي حاجه كدير يو نيد تو دو ات لايك ا باشن، لايك يور لايف ات ديبيندز اون ات، حياتك علمي حق فيها. اورايت، ضروري وحده من هاد النصائح غادي تكون اثرت فيك، ضروري ولو وحده فقط غادي تشوفها باللي شي حاجه اللي كانت ناقصك باش انك تزيد لقدام. الحاجه غادي نقول لك دابا اتس انف توك، بركه من الهضره. all you gotta do now is to fucking take the action. خاصك تاخذ دابا فعلا الخطوه والحركه نحو الهدف ديالك. انت دابا حاليا غير باش تعرف راك في حرب ضد بزاف ديال الجنود. شكون اللي كيربح؟ اللي كياخذ الاكشن، اللي فريمون كيجيب الربحه، كيجيب الريمونطادا اللي بصح يقدر يرونها، هو اللي كياخذ الاكشن. اكشن بلاس كونسيستنسي. الا درتي جوج الحوايج مع النصائح اللي عطيتك فما يمكنش انك ما تجيبش النتيجه كتجيبها جوج الحوايج. شي واخا تكون انسان مكلخ ما كتفهم والو، غير كتطبق فهذاك التطبيق ديالك فقط بوحدو غيوصلك لواحد النتيجه اللي غادي تخليك تاخذ واحد الكونكلوجن، ومن موراها غتخليك دير واحد الحركه نحو الاتجاه الصحيح فعلا غيخليك انك توصل لاهداف اللي كبيره ونبيله. حاجه اللي نقول لك دابا go take the fucking action.